السلام عليكم. صباح الخير. غادي نبداو فيديو اخر جديد بالصلاة والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم على حبيبي محمد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ونبداو نهارنا بكلمة الحمد لله وحنا مبتسمين، وان شاء الله يكون هذا الفيديو فيه طاقة ايجابية تفيد كل واحد شافه وتفرج فيه. اليوم غنهضروا على العلاقة الأسرية، علاقة بين الزوجين، بين الإخوة وبين الأولاد والوالدين. وحيت الحياة ديالنا دابا ولات سريعة بزاف وكل واحد مشغول وكل واحد في الدنيا ديالو، كنساو أهم حاجة هي التواصل داخل الدار. هادشي وبزاف ديال الحوايج غادي نهضروا فيهم. العلاقة الأسرية الناجحة ما كتجيش بالساهل، كتحتاج بزاف ديال التنازلات والصبر، ولكن قبل كل شيء الاحترام. بزاف ديال الناس كيتصوروا ان الاحترام غير في الكلام الطيب، لا، ولكن الاحترام الحقيقي كيبان في التصرفات، في الطريقة ديال النقاش، في الحدود ديال الكلام. راه غير كلمة واحدة ممكن تفرق بين القلوب، خصوصا إلا كانت جارحة ولا مخلة بالحياء. ما كاينش أحسن من البيت اللي فيه كلام نظيف وأدب، فيه أدب في الحوار، أدب في النقاش، حدود ما يمكنش الواحد يتجاوزها، لأنه كيحترم الناس اللي معاه وكيحترم نفسه قبل من كل شيء. سواء كانت ماماك أو لأخوك أو لباباك أو لمرتك أو لراجلك، ضروري ما كنغضبوا، ضروري ما كنختلفوا، ولكن خاصنا نعرفوا نختلفوا بلا ما نهينوا بعضياتنا، بلا ما نجرحوا بعضياتنا. الراحة النفسية في العلاقة ما كتجيش من الحب فقط، كتجي من الاحترام المتبادل، من الشعور بالأمان، أنك تعرفي بأن الشخص اللي معاك ما عمره غادي يقلل من قيمتك وخا بكلمة ولا نظرة. خليو كلامكم لبعضياتكم يكون بسيط وراقي، راه الكلمة الطيبة كتداوي، أما الكلمة الجارحة كتخلي أثر ما كيتنساش. وكاينه حاجة أخرى مهمة بزاف وكنتمنى كل راجل يسمعها من القلب: الإنسان القوي ماشي هو اللي كيغلب في النقاش، ولكن الإنسان اللي كيتحكم في راسه وقت الغضب. راه الرجولة ماشي في الصوت العالي ولا في العصبية، الرجولة الحقيقية فأنك توقف وتاخد نفس وتقول ما غاديش نجرح اللي كنبغي. الراجل اللي كيعرف يسيطر على راسه في هذه اللحظات راه عنده قوة داخلية ما كيتعلمها في حتى مدرسة. وحيت الغضب لحظة والكلمة الجارحة كتخلي أثر سنين. نحافظوا على الناس اللي كنبغيهم. وصدقوني المرأة كتحترم بزاف الراجل اللي كيهضر بالعقل، اللي كيعرف يتهدن واللي كيبرد قبل ما يجاوب. هذاك الراجل كيبقى ديما كبير في عينيها، ماشي حيت ما كيعرفش يغضب، ولكن حيت كيعرف يضبط نفسه. حتى المرأة كتكون سبب في العصبية ديال راجلها، بالكلمة، بالإهمال أو بالغيرة الزايدة، بزاف ديال الأسباب. ولكن الراجل الحقيقي هو الراجل الرزين اللي كيعرف يتصرف بحكمة، ما كيعطيش ردة فعل كتزيد تشعل العافية، بالعكس كيهدي الأمور، كيختار الوقت المناسب باش يهدر، لأن الهدف ماشي هو الفوز في النقاش، الهدف هو نحافظوا على الود وعلى الاحترام، على البيت عامر بالطمأنينة. هذا هو الهدف. وحيت حنا النساء متقلبات وكنديروا غير المشاكل، ربي ما عطاناش القوامة وعطاها للراجل، ماشي باش يتحكم ولكن باش يكون قدوة وسند. القوامة ماشي سلطة، القوامة مسؤولية، محتاجة القلب كبير وعقل متزن. وماشي غير الراجل بوحده اللي عنده هذه المسؤولية، حتى المرأة عندها دور كبير في الاستقرار العلاقة، بالحنان، بالاحترام وبالذكاء العاطفي ديالها. المرأة الذكية ما كتردش الغضب بالغضب، كتختار الوقت باش تهدر، وكتعرف الكلمة الطيبة شنو كدير في القلب. مادام الحوار كيكون الأسس ديالو الاحترام، فهذه هي الضوابط اللي بالنسبة لي أنا مناسبة. الراجل ما يتجاوز الحدود ديالو، والمرأة تعرف كيفاش تصرف. راه الحنان ديالها ونظرتها وطريقة تعاملها كيعطيو طاقة للراجل وكيشجعوه يكون أحسن نسخة من راسه.
واللي فهمات هذا المعنى كتعيش مرتاحة، ما كتسناش الكمال، ولكن كتخدم على الاستقرار وعلى المودة وعلى الرحمة اللي بيناتهم. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني العلاقة الزوجية ما تبناش على العناد، ولكن على العطاء المتبادل والنية الصافية والاحترام المتبادل. وما نساوش حتى الأطفال راهم مراية ديالنا، كيتعلموا منا بلا ما نحسوا. والطفلة اللي كتشوف الأم كتكلم بحب مع الأب غادي تكبر وهي عارفة شنو معنى ديال التفاهم والحنان. الأطفال ما كيترباوش غير بالكلام، كيترباو بالمواقف والهدوء وبالكلمة الطيبة. راه كل مرة كنغضبوا قدامهم كنخليو فيهم أثر، وكل مرة كنتعانقوا وكنضحكوا كنتصالحوا كنعتذروا كنعلموهم شنو معنى التسامح والحب الحقيقي. الأسرة بحال الحديقة، الراجل هو الساقي والمرأة هي اللي كتزرع، والأطفال هما دوك النباتات اللي كينوضوا في ظل الرحمة والمودة اللي كتكون بين الأزواج. وهنا فين كيدخل الدور ديال الحوار. الحوار هو اللي كينقذ العلاقة قبل ما تغرق، ماشي بالعتاب، لا، كل واحد يسمع الآخر بلا ما يقاطعه بلا ما يحكم، لأن الهدف ماشي نثبتو شكون هو اللي عنده الحق فينا، الهدف هو نفهمو بعضياتنا أكتر. بلا حوار كيبدا البعد بصمت، ما كتحسوش كيفاش كيدخل بيناتكم خطوة بخطوة. البارح كنتو كتهضروا بالساعات واليوم كل واحد ساكت. ساكت ماشي حيت ما بقاش كيهتم، ولكن يمكن ما لاقيش كيفاش يعبر او خايف يزيد يعكر الجو. وهنا فين كيتولد البعد، ماشي بسبب مشكل واحد، ولكن بسبب تراكمات، بسبب الصمت وسوء الفهم والكلمات اللي ما تقالوش. راه الحوار هو اللي كيرجع الروح وكيرجع الدفء بين القلوب، كيعلمنا نسمعوا لبعضياتنا ماشي باش نجاوبوا ولكن باش نفهموا. بزاف ديال العلاقات كانت غادي تضيع، ولكن كلمة واحدة ولا جلسة صافية واحدة رجعتهم قوة من قبل. حنا بشر كنبغيو اللي يسمعنا ويحس بينا، نحاولوا ما نخليوش الصمت يكون بيناتنا بحال الجدار، خليه يكون راحة قصيرة ومن بعد نفتحوا باب الكلام. راه الحوار ما كيهدمش الهيبة ديال الواحد، بالعكس كيبني المحبة. ويا سلام على الدار اللي كتكون عامرة بالمحبة والضحكة بصوت عالي بلا توتر، كتحس فعلا بالراحة الداخلية وكأن الدنيا كلها بخير. العائلة هي الأمان ديالنا، وباش تبقى هاد العلاقة وسط العائلة قوية خاصها العناية. كتجيني في بالي أن العلاقات بحالهم تماما بحال الماء اللي كنغسل، إلا ما تهريناش فيهم ونظفناهم مرة غيوليو مكرفسين. فنحترموا المساحات ديال بعضياتنا وما نحاولوش نفرضوا ولا نحاولوا نغيروا الناس على طريقتنا. القبول هو سر الراحة، ملي كتقبل الآخر بالنواقص ديالو كتعيش مرتاح معاه وكتعيش مرتاح حتى مع راسك. وما تنساوش الكلمة الطيبة هي الصابون ديال العلاقات، والاعتذار هو الماء اللي كينقيها. راه اللي كيغفر ماشي ضعيف، لا، اللي كيغفر راه قلبه كبير وكيعرف ان الاجر عند الله ما ضيعش. ماشي كل مره خاصنا نجاوبو، خاصنا نترادو، خاصنا بعض المرات كيكفي اننا نسكتو ونديرو الخير وحنا ساكتين. واكيد ان الله كيعرف شكون الظالم وشكون الصبور وشكون المتسامح. وكونوا على يقين غادي يجي نهار كل شيء يتبدل، واللي دار الخير غادي يلقاه واللي دار الشر غادي يلقاه. راه ما كاينش الراحة النفسية بلا عفو، وما كاينش حب حقيقي بلا نية صافية. وسط هذا الكلام كامل على العلاقات بين الأزواج والأبناء ما ننساش الأصل اللي هما الوالدين. راه البر بالوالدين ماشي غير واجب،
هو بركة لحياتنا كلها. اللي كيبر بوالديه ربي كيسخر ليه ولاد ويبروا به من بعده. سبحان الله، بحال الدورة ديال الخير كترجع ليك، داكشي اللي كديرو كيرجع ليك. وماشي ضروري نكونوا كاملين، ولكن ضروري نكونوا ممتنين، نطلبوا رضاهم، نسمعوا ليهم، ونخليو كلامنا معاهم كله أدب ورحمة. الكلمة الطيبة منهم والدمعة اللي كتنزل من عينيهم هما كيدعيو معانا كتفتح لنا أبواب الخير. يا ربي تخلي كل واحد والديه، واللي توفاو الله يرحمهم ويغفر ليهم. البر بالوالدين ما كيوقفش بعد ما ماتهم، كيبقى بالدعاء وبالصدقة. من جهة أخرى، اللي باغي ولادو يكونوا بارين به يبدأ هو يكون قدوة. الطفل اللي كيشوف والديه كيهتموا بجدودو وجداتو غادي يتعلم حتى هو الرحمة والاحترام والعطف. ولأن البر ماشي غير وصية فقط، البر أسلوب حياة كيتوارث من جيل لجيل. فالأسرة الحقيقية كتبدا من الجدر الطيب، واللي جدور ديالو بر الغصون ديالو ما يقدروش يطلعوا إلا وهما طيبين. وكل جيل كيعيش نفس الرحلة ولكن بطريقة مختلفة. الوالدين ديالنا دازوا من تعب وتضحية باش حنا نوقفوا اليوم ونعيشوا براحة، واليوم الدور ديالنا حنا نكملوا المسار، نربي ولادنا على نفس القيم باش يعرفوا أن العائلة ماشي غير ناس ساكنين في دار وحدة، لا، ولكن راهم قلوب متصلة بالمحبة وبالدعاء. ضروري نوصلوا لأولادنا المعنى البر الحقيقي، ماشي غير بالكلام ولكن بالفعل. وكل واحد فينا أكيد كيسول راسو، واش أنا اليوم كنزيد في البر مع والديا؟ واش ولادي كيتعلموا مني الرحمة؟ لأن أعظم تربية ماشي في الكلام ولكن في التصرفات اليومية البسيطة، في الطريقة ديال السلام، بالكلمة اللينة، وزيد بزاف ديال الحوايج. هكا كيبقى الخير داير دورة بيناتنا، من والدينا لينا ومنا لولادنا. وربي كيبارك في كل عائلة حافظات على هاد السلسلة ديال الرحمة والبر. واللي تربى على احترام والديه مستحيل ما يعرفش قيمة خوته. الخوت كما كانت كتقول امي الله يرحمها بحال ماكلة الحوت. ماكلة الحوت كتكون بنينة ولكن وسط منها الشوك. الخوت هما اول صحاب عرفناهم في حياتنا، كنكبروا مع بعضياتنا، كنتخاصموا، كنتصالحوا، ولكن في الاعماق كيبقى بيناتنا رابط ما كيتفكش. ومع الوقت كنكتشفوا ان الخوت ماشي غير ناس كانوا ساكنين معانا في دار وحده، لا، الخوت سند، ظل، حيط كتسندي عليه وقت اللي كتضعفي. اعظم ارث ممكن يخليوه بالنسبه ليا الاباء لاولادهم هو الخاوه الصافيه. الخوت اللي كيكونوا قلب واحد ما تفرقهم لا دنيا لا خصام. كما كيقول المثل المغربي، الراجل موجود والولد مولود والأخ مفقود. بمعنى أن الأخ ما كيتشراش بمال الدنيا، ما غاديش ترجع السنين للور وترجع ماماك وباباك يولدوا لك خوك وتكبر انت وياه عاوتاني. فاللي عنده خوه واختو يتهلا فيهم. الوالدين اللي كيعلموا ولادهم كيفاش يحبوا بعضياتهم راه ضمنوا لهم الأمان والدفء مدى الحياة. والحمد لله على نعمة الإخوة، وعلى كل الوالدين زرعوا في قلوب أولادهم هذه النعمة. وأنا شخصيا حاسة بالقيمة ديال هذه النعمة. الحمد لله عندي أخ دائما كان سند ليا، واقف في ظهري بكلمة طيبة، بابتسامة، وحتى إلا ما هدرش كنسمع فيه الداخل كيقول لي أنا هنا معاك وحاس بك. وهذه من أعظم النعم اللي كنشكر عليها ربي يوميا. الأخ كيعطيك إحساس بالأمان، واللي عنده أخ حنون راه فعلا غني بلا ما يحس. حافظوا على روابط الخاوة،
ما تخليوش الايام والمسافات تفرقكم. يا ربي يحفظكم ويحفظ لكم الاخوه ديالكم، ويخلي بيناتكم محبه صافيه ما تعرف لا غيره لا حساب. راه الاخ اللي كتحافظ عليه اليوم غدا يكون هو اللي يوقف معاك وقت الشده. وهاد المده كامله اللي كنت نغسل فيها القراعي وكنمسحهم، راه معايا اختي اللي في الغربه سنين ومعمرها ما داز نهار بلا ما سمعت صوتها وسمعت صوتي، ورافقاتني في نهاري ورافقتها في نهارها. هازه همها وهازه همي، سواء هي اللي في الغربه او اللي كاينين هنا في المغرب. كل وحده في بلاصتها وكل وحده والمكانه ديالها. الحمد لله اللي حاضر فينا كيعمر بلاصه اللي غايب، وهكا كنكونوا يد وحده. اللهم لك الحمد. الخوت ماشي غير نعمه كيعطيها لنا الله، هي مسؤوليه خاصنا نحافظوا عليها ونلمسوها للاجيال اللي من بعد منا بنفس النقاء. اليوم كنعيشوا في زمن السرعه والانشغال، الله يحسن العوان. كل واحد فينا ومشاغيله، كل واحد فينا وظروفه، ولكن خاصنا نسولوا راسنا واش ولادنا غادي يعرفوا شنو المعنى ديال الخاوه، واش غادي يحسوا بنفس الاحساس، نفس الدفء اللي احنا تربينا عليه. صعيب شي شويه ولكن ماشي مستحيل. في ظل هاد التكنولوجيا اللي ولات وهاد زمن السرعه كما سبق وقلت، ان احنا نخليو ولادنا يحسوا بنفس داكشي اللي حسينا به في الزمن الجميل اللي ما كانش فيه الانترنت، ما كانش فيه بزاف ديال المغريات، وكان الوقت فيه البركه. هذاك الشيء علاش الدور ديالنا حنا نعاودوا ليهم على بعضياتنا بالخير، نحببوهم حتى في بعضياتهم، ونعاودوا لهم على خوالهم وعلى عمامهم وعلى جدودهم بالخير، ونحببوا لهم حتى صلة الرحم. قولوا لي كثرتي علينا من الهضره ضريتينا في راسنا. يا ربي ما نكونش ثقيله على قلوبكم يا ربي. النغمه اللي خرجت بها ضريتينا في راسنا كتغني. المهم قررت ما نحيدهاش في المونتاج ونخليها كما خرجت. الا وصلتوا معايا حتى لهنا غادي تكونوا شفتوني اشنو درت. جبت بلاكار، عاودت له التنظيم كامل، غسلت القريعات، عاودت عمرتهم، وشفت شنو ناقصني وشنو عندي وشنو اللي غادي نخرج نشريه. ومن موراها ضربتها بواحد الفركه لهاد الحيط غير مشى ليا المقطع. ولهاد الرخامه حتى هي اللي قاتلاني في قلبي، ما معدين معاه حتى يحمد الله. ما كايناش شي وحده كتوصل لهاد المرحله وما كتمسحش وكتحس بالراحه. واخا تكون مريضه وما فيها ما يوقف، ما يمكنش ترتاح حتى تمسح وتوصل لهاد المرحله الاخيره اللي كتشوف فيها كل شيء نقي، باش حتى النفسيه ديالها ترتاح وتقول راني ساليت وكل شيء هو هذاك. والله يسمح لينا من والدينا، سيرتو الام كانت كتدخل النهار كامل في الكوزينه وكنقولوا ماما مالكي واقفه اشنو كنتي كديري كاع. حتى الرجاله بزاف كيقولوا اشنو كديري النهار كامل وانتي في الكوزينه، كيخرجوا كيخليوها نقيه، كيجيو لقاوها نقيه، ما كيشوفوش ما وراء الكواليس، ما كيعرفوش شحال كنتعبوا. قليل اللي كيقدر هذا المجهود، فتهلاو فينا الله يجازيكم بخير. راه حنا كنضربوا تماره فابور. المهم لو وصلتوا حتى لهنا قولوا لي رايكم في التعاليق، شكون اللي متفق معايا وشكون اللي لا، ولا كانت شي حاجه قلتها وبانت لكم ماشي هي هذيك. شاركوني الراي ديالكم كيف ما كان، انا غادي نقراه. ويا ربي تجعل ديورنا كاملين عامره بالحب وبالسكينه، ويخلي الرحمه تسكن قلوبنا قبل ما تسكن في ديورنا، ويبارك في والدينا وفي خوتنا وفي ولادنا، ويخلي الروابط اللي بيناتنا خالصه لله وما تهزها لا خصومه ولا مسافه، لا حقد، لا حتى شي حاجه خايبه يا ربي. خليتكم في امان الله، نتلاقاو في فيديو جديد.